طيب يا جماعه، احنا على الستريم قررنا ان احنا نشوف تكلفه المعيشه في العموم لشخص افريج في العموم. تمام. طيب هو ايه الحاجات اللي احنا ممكن نصرف عليها اصلا؟ اول حاجه طبعا الاكل والشرب، ده الاساسي. الايجار لو انت ما عندكش شقه، بس خلينا نقول ايجار، احنا بنقول شخص افريج. ايجار الشقه، مواصلات او بنزين، بس خليها مواصلات، احنا بنتكلم في شخص افريج. ايه تاني يا جماعه؟ مصاريف الغاز والميه والكهرباء، مصاريف الخدمات. ايه تاني؟ ما هو ده بقى على شخص واحد، انت اضربه في 3 مثلا، اضربه في 4، على حسب الاسره. النت والتليفون، يعني الفسح، اكيد انسان محتاج يتفسح. شوبينج، والله يا نورا يعني احنا مش جايين ناكل يا نورا عشان نعمل شوبينج. انت قصدك نتبضع؟ يعني احنا يعني واحد على قده خالص. شيل الخروجات دي تبع الحياه ده. لا يا عم، الراجل محتاج برضه يتفسح شويه، يشم هوا يا عم بعيد عن بيته. هو مش من حقه؟ هو مش انسان طبيعي؟ طبعا مش هنكتب سجاير والحاجات ديت، لان هو يعني واحد مش لاقي ياكل. يعني ما انت لو مش لاقي تاكل وفقير وبتشرب سجاير، انت تستاهل الفقر. محتاج لبس في السنه، يشتري هدمتين يستروه. طوارئ، صح. سكين كير فعلا الراجل الفقير ده محتاج ان هو يحط له سكين كير على وشه، يحط سان بلوك، ويحط مرطب. محتاج سكين كير. سيفنجز، هيجيب منين سيفنجز؟ ده راجل فقير، هيشيل فلوس على جنب منين؟ هو هينفست كام؟ خليها استثمار. ممكن نقول صيدليه الصراحه، لان هو ممكن يجيب دواء، سكين كير، رياضه. يعني برضه محتاج يلعب رياضه عشان جسمه. يعني البوفيه في الشغل ده، تاني واحد يقول لي البوفيه في الشغل. ايه حوار البوفيه في الشغل ده يا جماعه؟ جزء يطلع صدقه يعني شهريا. صدقه شامبو، كونديشنز، والمعطر والحاجات ديت. فعلا احنا عندنا فورة بيجيبوا كونديشنز فعلا، وبيجيبوا بادي لوشن والحاجات دي. التعليم، الفواتير، المواصلات، الاقساط والديون شبه اساسيه، اللبس، مصاريف الشغل، صيانه ممكن يكون عنده صيانه. ماشي، دي طوارئ، خلينا نحطها في الطوارئ. ممكن نقول بقى رفاهيات يا جماعه، يبقى عنده رفاهيات برضو، نحط له رفاهيات. التعليم، لا خليه يخلص التعليم، عشان التعليم ده الصراحه محتاج بادجت لوحده. احنا ممكن نقول برضو البقاله، خلينا نقول بقاله، منظفات، بصل، فاكهه، الكلام ده بقاله كده. عايز كده تمام يا جماعه. ده الحاجات، كل البنود اللي انت محتاج تصرف عليها. تعال نبدا بالاكل والشرب، او خلينا نقول البروتين ده يا جماعه اغلى بند تقريبا. يعني انت عندك نص الكيلو ب 250. في لحم بقري مفروم اهوت 192 جنيه. عندك اللحم البقري مفروم ب 290، يعني قول 200 جنيه، يعني 400 جنيه. يقدر يجيب ب 400 جنيه كيلو لحمه مفروم. اهو في لحمه مفروم، الكيلو ب 400 جنيه. ممكن في الاسبوع يجيب كيلو لحمه بس، كيلو لحمه حلو، يعني 400 جنيه. طيب فراخ برضو، محتاج بروتين فراخ. الفرخه الكيلو ب 215. يا عم قول ب 200. هيجيب فرخه ب 200، قول هيجيب فرختين، يبقى 400 برضه زائد 400. ويجيب نص كيلو سمك. كيلو السمك ب 100 جنيه اهو. كيلو السمكه بولتي وسط. هيديله سمكه في كيس ولا ايه ده؟ سمكه فيليه اهو، سمك فيليه ابيض الكيلو ب 174 جنيه. يا عم قول كيلو سمك ب 200 جنيه. يعني انت يا باشا صباح الفل محتاج لك كام؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه بروتين، والله رقم حلو. جبت لك كيلو لحمه وفرختين، 2 كيلو فراخ، وكيلو سمك فيليه. عايز ايه تاني؟ ما الكارب تبع البقاله بقى. لو كمان انا جايب الاسعار دي من كارفور، يعني انت ممكن تجيبها بره كارفور بارخص. 1000 جنيه بروتين هيكفوا شخص واحد. عايز ايه تاني يا ريس؟ كتير كمان يا عم. هو بص يا عم، 1000 جنيه ولا حاجه يا عم اهو. يعني احنا بقى، يعني اللي هيتبقى خليه يحطه في الاسبوع اللي جاي. حلو ده البروتين. تمام يا جماعه. البروتين خلينا نحسبها على الشهر. يعني احنا نخليها 2 كيلو لحمه، دول كده هيبقوا 2 كيلو لحمه، كل كيلو ب 400. 4 فرخات 4 فرخات و2 كيلو فيليه. دول يكفوك شهر يا عم اهو. دول يكفوك شهر، يعني ب 2000 جنيه هتاكل بروتين طول الشهر. عايز ايه تاني؟ 2000 جنيه يعني كام يا جماعه؟ يعني كام دولار؟ احنا بنتكلم في 40 دولار. 40 دولار يا باشا يجيبوا لك كل ده. حلو قوي حلو قوي. نيجي بقى للبقاله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك نص كيلو البطاطس ب 20 جنيه. عندك نص كيلو تفاح ب 60 جنيه. نص كيلو الخيار ب 15 جنيه. نص كيلو الطماطم ب 13 جنيه. نص كيلو البرتقال ب 11 جنيه. نص كيلو الليمون ب 35. نص البطاطا ب 12. والله الاسعار حلوه يا جماعه. اخواتنا العراقيين، دي اسعار حلوه ولا لا اللي في الشات؟ وممكن تروح تجيب من وكاله. انت عندك المانجا السكري النص كيلو ب 36. عندك البطاطا ب 12. عندك البصل الاحمر ب 7 جنيه.
البصل الابيض ب 10 جنيه النص كيلو يعني، تفاح اصفر ب 60، العنب ب 28، الجنيه ب 50 دولار. سوق العبور الاسعار ارخص يا عم، خلينا نحسبها باسعار اغلى شويه من السوق عادي. عندك الفلفل ب 20، عندك البتنجان ب 8، الموز ب 66. يا جماعه الاسعار حلوه، الاسعار حلوه يا جماعه، صح ولا غلط؟ ايه عبوه ليتشي ديت؟ ما اعرفش يعني ايه عبوه ليتشي دي ب 89 جنيه، ما اعرفش ايه دي. عندك الراسبيري بس هو ال 125 جرام ب 158 جنيه. الموز غالي جدا. البقاله يعني يا جماعه محتاج له بقاله كام؟ 2000 جنيه في الشهر بقاله. انا بتكلم على شخص واحد، يعني احنا بنتكلم ب 20 دولار. 20 دولار يا باشا يظبط نفسه بقاله طول الشهر. يعني انت ببقاله طول الشهر 20 دولار تقدر تجيب لك بقى كيلو بقى مش عارف موز وكيلو فاكهه وتجيب خضروات، يعني ظبط نفسك. 2000 جنيه حلوين. نيجي للايجار. طب خلي البند ده اخر واحد، خلي البند ده اخر واحد عشان ده بند منيل بنينه. المواصلات، الايجار ده عايز كارد. ما انا بقول لك اركن الايجار على جنب، اركن الايجار دلوقتي على جنب. المواصلات ممكن قول يوميا 50 جنيه، قول يوميا 50 جنيه فعلا مواصلات. عندنا التاكسي بدون عداد ما بين 30 ل 40. لو بيركب ميكروباص في القاهره عايز اقل واجب 70. مواصلات ممكن في يوم 30 40. يا عم هنقول متوسط، قول 50 جنيه، يعني 1000 ونص، يعني 15 دولار. 15 دولار مواصلات يا راجل، انت عايز ايه تاني يا راجل؟ افرض مستعجل. لا يا باشا، الراجل ده فقير، مفيش استعجال هنا. الراجل ده فقير، محتاج ان هو ما يستعجلش، محتاج ان هو يصحى بدري عشان مفيش حاجه تفوته. طيب غاز ميه كهرباء، يعني قول هيدفع 300 جنيه. يا جماعه بتدفعوا كام من الكهرباء؟ قول يا عم انا يعني قول 1000 جنيه. 1000 جنيه للغاز والميه الكهرباء يا جماعه كتير. قول 1000 تمام، انا شايف 1000 تمام برضه. مظبوط 1000 ونص مثلا. بس ثواني يا جماعه، ده فرد واحد صح؟ ده فرد واحد، يعني ممكن نقول 5 دولار، يعني 250 جنيه. قول 5 دولار. ما انت يعني مثلا لو العيله خمسه، اضرب ال 5 دولار دي في خمسه عادي، يعني مش يعني انا بتكلم على فرد واحد، انا بحسب للفرد الواحد هو محتاج كام. طيب النت وباقه التليفون، عايزين باقه نت عاديه ب 260 جنيه اهو. 260 جنيه نت باقه التليفون الارضي تمام. باقات نت مثلا فودافون عايزين باقه حلوه كده بكام بقى؟ بكام؟ 250 خليها 5000 فليكس. 5000 فليكس 115 جنيه، وزود عليهم 250 ضريبه، يعني احنا بنتكلم في حوالي 450 جنيه يا جماعه. يعني احنا بنتكلم في حوالي 10 دولار يا سيدي. قول 10 دولار، 10 دولار للباقات والنت والكلام ده. ال 115 جنيه دول رصيد، هل هتكفي لفرد واحد؟ 5000 فليكس 115. 5000 فليكس يا باشا حلوين مش وحشين. وبعدين انا جمعتهم لقيتهم ب 8 دولار هو والنت الارضي، فده معناه ان هو في 2 دولار زياده. هو ممكن بقى لو في حاجه ما كفتهوش. ايه رايكم يا جماعه، موافقين ولا لا؟ هتكفي الفرد الواحد جدا يعني. 5000 فليكس ولا يعملوا حاجه يا عم؟ راجل فقير وعنده النت في البيت بقى، يشوف بقى بيكفي بالنت بقى في يعني ما يفتحش نت هو بره. فسح وخروجات ماشي صراحه. فسح وخروجات، انت عشان تخرج دلوقتي يعني الراجل هيخرج يتمشى مثلا، يقعد على قهوه عربي يشرب له كوبايتين شاي، كوبايه قهوه كوبايه شاي، يجيب له ايس كريم. بلاش ايس كريم عشان ده مضر للصحه. يعني الحاجات ديت ممكن نتكلم في حوائف، يعني مثلا هم 20 دولار. 1000 جنيه في الشهر حلوين يا عم. 1000 ونص، لا خليهم 1000 جنيه، احنا بنتكلم في راجل فقير. يا عم خليهم 15 دولار، يعني 1000 ونص 150 بالمواصلات. خليهم 1000 ونص جنيه في الشهر، يخرج بيهم ياخد كوبايتين شاي في مكان، يمشي يقعد كده يعني. يا عم اهم حاجه المزاج، زود معاه ربع بن كولومبي فرز درجه ثالثه ب 220 جنيه. يا عم بقول لك راجل فقير يعني على قده، يعني هو اخره يشرب كوبايتين شاي بره قاعد يتمشى. الفقير ده طبقه فوق الطبقه المتوسطه. انت طبقات عندك مقلوبه ليه كده يا هنا؟ 1000 ونص كتير يا عم. 1000 ونص كتير؟ لا ده قليل يا عم، قليل. ده لو لقى اصلا مكان يديله كوبايتين شاي ب 100 جنيه ولا حاجه، ده هو يروح في قهوه عربي يقعد فيها يشرب له الكوبايتين شاي دول. انا مش لاقي له حاجه تانية يعملها الصراحه. ما هو ما فيش فسح غير القهوه العربي بالنسبه له، هو ده الاوبشن المتاح بالنسبه له الصراحه. طيب لبس، يروح اخر كل اسبوع يلعب ساعتين بلاي ستيشن ممكن والله. يعني التيشيرت ب 170 جنيه، 219 جنيه. قول يا عم هيصرف له في السنه كام؟ هيجيب طقم في الشهر، خروج، بيت، شوز، وباقي الحاجات. في الصيف ممكن يكلف 2000 جنيه، في الشتاء ممكن يكلف 3500. يا عم قول بادجت للسنه 10000 جنيه لبس. 10000 جنيه للبس ولا كتير ولا لا 5000 جنيه لبس. 5000 جنيه لبس يا جماعه حلو قوي، يعني 100 دولار. 100 دولار في السنه، يعني في الشهر كام؟ يعني ممكن نقول ان هو هيجيب في السنه بحالها هدوم ب 5000 جنيه، يعني 100 دولار، يعني هيصرف في الشهر حوالي 8 دولار. قول 10 دولار يا عم، قول 10 دولار في الشهر بعد ما قسمنا على السنه يعني. وده بند على فكره غير الزامي، يعني ممكن ما يشتريش هدوم خالص. اخواتنا العراقيين ايه رايكم في الارقام بتاعت مصر؟ يوسف انت من ايجيبت صح يا ابني؟ من ايجيبت ايه؟ فين ايجيبت؟ فين ايجيبت في الكلام ده؟ 10 دولار في الشهر، يعني 100 دولار في السنه، ولا 120 دولار في السنه. والله ما شاء الله رخيص. طيب
فكك من بند الطوارئ دلوقتي. صيدليه احنا ممكن ندي لها برضه نفس بند اللبس يا جماعه. يجيب مكملات تفيده ايه يا بدر؟ حرام عليك يا بدر، الراجل مش لاقي ياكل ويجيب مكملات؟ الراجل فقير هيجيب مكملات؟ هو مش هيتعب كل شهر مثلا؟ افرض فرضيا ان الانسان هيتعب مرتين في السنه مثلا فهيروح المستشفى، احنا هنحسب هو هيتعب كام مره؟ مغنيسيوم شرايط بتبقى رخيصه. الاسعار دي اكتر مقابل انه شخص فقير عايز يقول لك ان في ناس بتقبض اقل من 10 في الشهر، فاهمني؟ ده غير اعياد ورمضان. يا جماعه انا لسه ما حسبتش التوتال، يا جماعه لسه ما حسبتش التوتال، وخلينا نضيف رمضان ده از بند. طيب صيدليه احنا ممكن نديله 10 دولار برضه، يعني 500 جنيه في الشهر لو احتاج اي حاجه من الصيدليه. يا رجاله اللي في الشات اللي لسه بتحكوا في رمضان، انا لسه ما وصلتش لرمضان اصلا، انا في غريبه، ايه اللي وداكوا عجيبه؟ 10 دولار لو ما عندوش امراض هيتعالج على التامين. يا جماعه 10 دولار كويسين على الصيدليه يا جماعه في الشهر. طبعا لو هو لا قدر الله مريض باي حاجه، دي حاجه تبقى صعبه. رياضه، جيم، سيبك من الرياضه. لا يا عم خلينا نطلع جيم بلدي ب 200 جنيه، جيم بلدي ب 200 جنيه يا عم، قول 5 دولار. الرياضه يروح للشباب الحبانيه يا عم، ده الجيم البلدي بقى 500 ب 500 حتى والله. طيب نخليها 10 دولار، بما انه بقى ب 500 الجيم البلدي نخليها 10 دولار. حتى الجيم غلتوه عليه، الغي البند ده بتاع الجيم نخليه يعمل ضغط وعقله في البيت. يا عم خلينا نشوف التوتال وفي الاخر وبعدين بقى نلغي البنود اللي احنا مش لاقيينها. صدقه لله، يطلع صدقه 5 دولار. 5 دولار في الشهر 250 جنيه حلوين. طيب استثمار، طيب ده يستثمر كام يا جماعه؟ حط 2000 جنيه في ذهب. هو يستثمر 10 دولار بقى، ما اعرفش بقى فين. مفيش 2000 جنيه في ذهب، يحطهم في البورصه. يعني هو يحط في البورصه يشتري كده اسهم، او يحط في صندوق في بورصه يديله حاجه يومي. 10 دولار في الشهر، 10 دولار في الشهر يا جماعه حلو. خلي الاستثمار في الاخر. احنا كل ده ما جيناش على التقيل يا جماعه، كل ده احنا لسه ما جيناش على التقيل. التقيل اهو، التقيل اهو. ايجار طوارئ رمضان، تعال نبدا باقل. يعني رمضان ممكن يعمل له بادجت لوحده 15 دولار، انه ما فيش حل غير كده. لا 15 دولار قليل برضه. 1000 جنيه قليل. يعني ده ما جابش 1000 جنيه. رمضان صراحه فوق ال 4000 جنيه. رمضان مش يعني بصراحه، رمضان لوحده محتاج 40 دولار، 2000 جنيه على الاقل بالنسبه لواحد فقير يا باشا. رمضان ده في الاجمال لا 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 لا, لا. رمضان 40 دولار مع 40 دولار البروتين مع 20 دولار البقاله، لا هيكفي يا باشا. احنا زودنا 40 دولار، لا هيكفي يا ريس، هيكفي يا ريس. رمضان هيكفي. هو بيبقى فيه عروض على المنتجات كمان، وممكن يشتري من اماكن الدوله، اماكن الاماكن الحكومي. نيجي للكينج. الطوارئ نسيبها للاخر لما نحسب التوتال ونحسب 6 شهور. بس نيجي للكينج وهو الايجار. عايزين شقه ايجار مفروشه. ده الكينج بتاعنا ده 35000 جنيه على طول. خش يا ريس. لا احنا عايزين مكان لشخص فقير. ازاي اجيب الحد الادنى يا جماعه؟ ازاي اسورت باللو اقل سعر؟ اوكي يا نهار ابيض، اقل شقه ب 30000 جنيه ليه يا ريس؟ الشيخ زايد الجيزه. اوكي لا يا باشا، هات في 6 اكتوبر مثلا. هات في الحي مثلا الحي السادس ده هادي 1500 جنيه يوميا. ليه 6000 جنيه 5000 جنيه اهي شقه ب 5000 جنيه في الشهر. تعال نشوف الشقه دي. كتير ايه ده؟ رقم حلو اللي احنا بنشوف. المساحه 30 متر، المساحه كلها على بعضها 30 متر يا ظالم. ده استوديو مش شقه فعلا، ده استوديو. يعني الحمام بص هيستحمى فين؟ ده هيستحمى على القعده ده ولا هيستحمى فين؟ استغفر الله العظيم كل زمان. انا كنت قاعد في استوديو قبل كده بس ما كانش يعني ما كانش يعني ما كانتش الدنيا كده يعني. طيب تعالى مثلا نشوف حاجه ب 6000 جنيه مثلا، تكون حاجه نظيفه شويه، يا جدع. ماشي ما عدا على ماشي. هو ليه انت مصورين الازازه دي؟ يعني انت حاطط الازازه دي بتصورها يا جدع؟ ماشي. المطبخ ورا باب الشقه على طول. الدولاب في الصاله. ماشي احنا بنتكلم من واحد فقير. الشقه دي حلوه يا جماعه، الشقه دي حلوه يا جماعه. 6000 جنيه يعني كام بالدولار؟ 116 يا عم. قول ايجار 120 دولار. 120 دولار ودي كتير جدا كمان. بس كده ايه رايكم يا اخواتي؟ تعالوا نحسب الكلام ده كله. لا رمضان ده يتشال من الحسبه، ده شهر لوحده يا جماعه، ده شهر واحد مش شهر. احنا بنتكلم كل شهر. يعني احنا بنتكلم في 270 دولار يا جماعه. احنا بنتكلم في 270 دولار كل شهر. يعني كام بقى؟ يعني اقل رقم تعيش فيه في مصر 15000 جنيه. 270 دولار تقريبا. 15000 جنيه يعيشوك يا عم في مصر. ما ينفعش اقل عن الرقم ده. لا في استثمار، في صدقه لله كمان. اضربه في 3. عيشه الفقير في العراق اضربه في 3 يعني كام؟ عيشه الفقير في ما شاء الله، عيشه الفقير في العراق لازم ب 41000 جنيه مصري ما شاء الله. not really 15000 يا دوب. بسم الله يا يوسف، انت اللي شكلك من ايجيبت يا يوسف. الطوارئ هتحتاج لك 1600 دولار على جنب لو لا قدر الله الواحد حصل له اي حاجه. المهم يعني ان انت هتحتاج على الاقل 15000 جنيه مصري عشان تعيش عيشه كويسه، او على الاقل تعيش. ما معنى تعيش هتحتاج 15000 جنيه مصري يا جماعه. الرقم ده يعيش الناس. والله الرقم في ناس عايشه عندنا ب 5000 جنيه وممكن يشيل الاستثمار. يعني احنا كمان ممكن نقل على 270 بس ده للفرد الواحد تاني يا جماعه، بس عشان نكونوا فاهمين كويس.
ده للفرد الواحد بس. الصيدليه، اللبس، حتى اللبس احنا حاطين 10 دولار، ممكن دول اصلا بنود هو يشيلها. فلا لا لا يا جماعه، انا شايف ده رقم فير. و بس كده، قولوا لي رايكم في الكومنتات.